تعالوا احكي لكم القصه. كنت عم بدرس رياضيات، لقيت الاستاذ عدنان استاذ رياضيات كاتب لي على الدفتر وصفه حلو وقال لي ساوي لي اياها، وقلت له لا، الف طلب مثل هالطلب، تعالوا نشوف كيف نساويها. وطبعا ما فيني لكم كيفكم اليوم، ما شئتوا لي انا اشتقت لحالي. لنبلش بالحشو جيبوا لي كاسه سميد ناعم طبعا، وثلاث ارباع الكاسه سكر، 4 كاسات حليب، ونقطه ما زهر. واكيد هلا شو بدكم تعملوا؟ بدكم ترفعوهم على النار. وهلا بعد ما سوينا الحشو بنتركها لتبرد شوي، وبعد ما بردت بنجيب رقائق عجين وبنحشيها بهذا الشكل. وحشوا لي اياها منيح مثل ما استاذ الرياضيات بحشي ورق المذاكره اسئله. وقبل ما تلفوها سكروا لي اياها من الاطراف مشان ما تفرش معنا بالزيت مثل ما بنفرش بامتحان الرياضيات. وقبل ما تخلصوها حطوا لي مع تمنياتي لكم بالتفوق ونجاح، قصدي طحين ومي. شايفين كيف طلعت معنا مثل السيجاره؟ وهلا على القلي لا تشقر مو لا تنحرق. وبعد ما تطلعوها من الزيت دغري بتلكوها بالقطر البارد، وبهاللحظه بتحسوا انه كل التعب والهم راح، مثل لما استاذ الرياضيات بيقول مذاكره تاجلت. وما بننسى نقول بسم الله، ونتشكر الاستاذ عدنان على هالوصفه اللذيذه، وبنتمنى ما تجي اسئله مذاكرات صعبه. بحبكم كثير كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.